الاسيوطي الحقيقه لاول مره في التاريخ بيصعد الى الدوري الممتاز. هنعرف تفاصيل كامله عن فريق الاسيوطي او الاسيوطي سبورت مع التقرير ده، وهينضم الينا الكابتن وائل حبيب مدير الكره بنادي الاسيوطي بعد الفاصل ان شاء الله. وباصي وشوط في الجول، ده شبابنا كله شباب معجون بمية عفاريت من يومه، وعشان كده بقى في نجاح على طول. 4 سنوات فقط هي عمر نادي الأسيوطي سبورت الذي ضرب الرقم القياسي في الصعود من القسم الرابع للثالث للثاني ثم لدوري الأضواء والشهرة في زمن وجيز. استحق النادي الصعود باعتباره منظومة إدارية ناجحة تعتمد بشكل أساسي على الاحتراف الذي استورده محمود الأسيوطي رئيس مجلس الإدارة من الخارج. وأكمل الأسيوطي المنظومة الاحترافية بالاستعانة بمدير فني أجنبي وهو الألماني ستيفن وقتما كان الفريق في القسم الثالث، ثم جاء المجري جورج جاليدو ليؤكد المنظومة الاحترافية وينجح في قيادة الفريق إلى دوري الأضواء لأول مرة في تاريخه في أقل مواسم كروية يشهدها ناد في مصر. وكان مسك الختام أمام بني سويف بعدما قهر منافسيه في دورة الترقي وقبل التحدي شكلا ومضمونا. ترى هل يحقق الأسيوطي سبورت الإنجاز تلو الآخر بأن يكون ضيفا ثقيلا في دوري الأكابر أم سيكون مجرد عابر سبيل؟ اهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. بينضم الينا زي ما قلنا الكابتن وائل حبيب مدير الكره بنادي الاسيوطي. برحب بحضرتك والف مبروك ورمضان كريم. كابتن وائل الله اكرم، وانا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك كابتن محمد باهي. حلقه كويسه ان شاء الله نعملها مع بعض ان شاء الله باذن الله. طبعا قبل ما نتكلم في اي تفاصيل بفكركم بالسحب اللي هيتم طبعا على الجوائز. السؤال اللي كان في الاسبوع اللي قبل اللي فات، الحلقه اللي قبل اللي فاتت، وكان السؤال مين هم الثلاثه اللي هيصعدوا من الترقي للدوري الممتاز. اسماء قدامنا اهي ان شاء الله بعد شويه كده هتكون موجوده معانا. لكن قبل ما اخوض في اي تفاصيل الحقيقه لاول مره في التاريخ 4 سنوات بيظهر الاسيوطي، فريق اسمه الاسيوطي، فجاه الاسيوطي موجود في الدوري الممتاز. ده بالتاكيد مش صدفه، اكيد له تخطيط. هاخد بس بعض العبارات كده من الاستاذ محمد لان هو كان متابع قوي القصه دي. انا عايز طبعا هم 4 سنوات هي عمر النادي الاسيوطي. وبالمناسبه ادوارد افتتح اهداف الاسيوطي هذا الموسم في الدوري، وهو برضه افتتح اهداف الترقي في الموسم. وللاسف ان هذا اللاعب الافريقي ليس له الا هدفين فقط، مش عارف يعني ما سجلش ليه. هو بس افتتح هو بيحب يفتتح. دي بس مجرد معلومه. فريق الاسيوطي يمكن الكابتن وائل ما يعرفش المعلومه دي، حصل على جائزه اللاعب النظيف في الدوري قبل الترقي. معقوله ما تعرفش؟ لان طبعا لا يعرف اهو. لا ما اعرفش السبب. استاذ محمد قال ما اعرفش. لا ما هو السبب احنا حصرنا، احنا كاتحاد في لجنه المسابقات حصرنا عدد الانذارات وعدد الطرد وعدد كذا، فطلع الاسيوطي اقل، يمكن ما حصلش عنده اي حاله طرد في الدوري الا حاله واحده في الترقي وانذارين. ده على مدار الموسم كله؟ ما حصلش حاله طرد، ولذلك يستحق لقب اللاعب النظيف في الدوري. طبعا يعني اغلى هدف سجله هذا الموسم هو جمال جاد، وهو اكبر اللاعبين سنا في الفريق. وطبعا من قبله محمد لطفي الشهير بكابوريا في مباراه سوهاج. طبعا جورج جاليدو هو المدير الفني الوحيد، ثم ادوارد ستيفان اللي هو مدير الفني اللي بالقاس اللي انتقل رسمي دلوقتي لطلائع الجيش، بيدرب طلائع الجيش دلوقتي. هو ثاني مدير فني اجنبي بهذا هكمل كابتن. ندي الكابوريا حقه بقى. محمد لطفي ده انت جبت سيرته. لا هتدي الكابوريا والجهاز الفني ولكل اللعيبه. انا هسيب لك الميكروفون. الكابوريا بالذات عشان من خلال مشواركم. لا الكابوريا بالذات علشان هو عامل 17 اسيست في الدوري. نعم. وهو جايب اغلى هدف لنا. انا بعتبر ماتش سوهاج هو الماتش الصعود بالنسبه لنا احنا. نعم. فيعتبر اغلى هدف لنا بالاضافه لهدف جمال جاب طبعا اللي هو في ماتش بني سويف. فكابوريا لازم اديله حقه، 17 اسيست وجايب لنا هدف في سوهاج فياخد حقه. الفرقه كلها الحمد لله مشوار
كان مشوار صعب من البدايه. كان الاول الهدف الصعود للممتاز، فرقه 4 سنين في خلال 4 سنوات اللي هم يطلعوا سنتين في الدرجه الثالثه القسم الثالث القسم الرابع، سنتين في القسم الثالث، سنه واحده في القسم الثاني للصعود للدوري الممتاز. ربنا وفقنا، عندنا مجلس اداره محترم بقياده مستر محمود الاسيوطي، ربنا وفقنا. كان احنا عندنا عايزين نسميكم اسم، يعني كل الفرق في الدوري الممتاز لازم تخاف منكم. الاسيوطي بين قوسين كده المرعب. ان شاء الله باذن الله. ده السنه والثانيه بتاخدوا الدوري. ده هدفنا باذن الله ان شاء الله. احنا معتمدين اعتماد كلي على احنا الممثل الوحيد للصعيد دلوقتي. بعد هبوط تليفونات بني سويف والمنيا نعم. بعد شلال الاسيوطي دلوقتي هو الممثل الوحيد للصعيد. فاحنا بنحاول في المنظومه بتاعتنا ان شاء الله باذن الله اللي احنا بنحاول نجيب حتى معظم اللعيبه. جبنا 3 لعيبه لغايه دلوقتي. جبنا تيدي من سوهاج، فريق سوهاج، الكابتن محمد بيعرفه كويس. جبنا الباك ليفت بتاع الولديه عباس مصطفى. جبنا حارس مرمى بني سويف مصطفى عبد الستار. فبدانا اختياراتنا كلها من اللعيبه اللي مستر جورجي شافها بنفسه. يعني مدرب اجنبي شاف اللعيبه قدام، فهو كلهم من الصعيد. حاطط اختياراته بنسبه، احنا عاملين بنسبه 70% هتبقى اللعيبه موجوده من الصعيد. نعم. على اساس ان لعيبه الصعيد لعيبه، انا يعني لعيبه رجاله فعلا رجاله. متوسط سن عندنا 22.3. عندنا اللعيبه ابقين على 15 لعيب موجود من قوام الفرقه. احنا في الدرجه من الموسم ما كنا في القسم الثالث ابقين على 16 لعيب لعبوا معانا القسم الثاني. نعم. دلوقتي حاليا ابقين على 15 لعيب. فماشيين احنا برضه منظومه احترافيه موجوده. اللعيبه اللي عندنا ممكن بعد كده في خلال السنه اللي جايه هتسمع. يعني احنا موضوع استثماري اقرب كمان، يعني موضوع مش موضوع اللي انت كمان في الدوري الممتاز بس، لا انا افكر كمان اللي احنا عندنا الشركه موجوده، الشركه بتاعتنا بقياده مستر محمود، اللي احنا بندور ازاي نصرف على الفريق، ازاي يبقى في مصادر. بالاضافه ان كمان اللي انت في حاجه مهمه قوي لازم حضرتك تعرفها اللي عديت نتكلم فيها برضه عشان وقتنا. بدايه الدوري هيفرق معانا بدايه الدوري. انا اسف مقاطعتك، احلامك اوامر. الجون اللي اتكلمت عنه بتاع سواج قدامك بتاع كابوريا. بتاع كابوريا احلم بس واحنا ننفذ. هدف غالي جدا لينا، هدف كابوريا ده هدف غالي لينا. عندنا الفرقه فرقه محترمه كلها من اول مصطفى حسام حسن هداف الفريق جاب 17 هدف، كابتن باهي طبعا. الفرقه كلها كويسه الحمد لله. عندنا باك رايت محمود شديد قناوي، حسن من قدامها في يمين، في عصام عابدين، معظم اللعيبه احمد صلاح، مصطفى قاسم، جمال جاد زي ما قلنا، واحمد منصور. اللعيبه حتى اللي موجوده اللي في الملعب اللعيبه كلها كويسه عندنا الحمد لله. اختاروهم الصراحه 2 مدربين اجانب ورا بعض. يعني اللي هو المدرب اللي مسك المدير الفني اللي طلع الجيش ده المدير الفني بتاع الاسيوطي في الدرجه الثالثه. أيوة. في القسم الثالث. هو ده اللي صعد الفرقه للقسم الثاني. القسم الثاني كابتن جورجي جليدي صعدنا للدوري الممتاز. في مفاجاه هنقولها، مدرب عام تعاقدنا مع مدرب عام من نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله هيجي بكره. سبق بقى الدوري خارج الاضواء. مين مش لازم احنا نقعد معاه بكره ان شاء الله. هو هيدرب في السر. لا مش هيدرب، احنا نقعد معاه بكره ان شاء الله ونتفق معاه. راجل مدرب كبير جدا من نادي الزمالك الحمد لله بفضل ربنا. مرعين. طيب احنا هنعرف عندي ان شاء الله باذن الله. عندي معلومه ان في اعتراض منكم على موعد بدء الدوري. هنعرف التفاصيل دي بعد الفاصل ان شاء الله. على بعد 40 دقيقة من القاهرة، أول منتجع سياحي رياضي بالمواصفات العالمية، أكبر الملاعب الخضراء من النجيل الطبيعي والصناعي لكرة القدم بمواصفات الفيفا، أحدث أجهزة الجيم، استعدادات كبيرة لاستضافة المعسكرات الرياضية للفرق الأجنبية والمصرية. للاستعلام قليله جدا. الحقوا راسلونا على الفيسبوك زي ما قلنا. طبعا السؤال للحلقه اللي جايه ان شاء الله، من هو الفائز بالدوري لهذا الموسم؟ يا ترى الاهلي ولا سموحه؟ صفحتنا على الفيسبوك دوري خارج الاضواء. قبل الفاصل عرفنا طبعا ان الكابتن عصام مرعي قد يكون بنسبه كبيره جدا تصل الى 80% هيكون مدرب عام ان شاء الله للفريق الاسيوطي. اتكلمنا على قبل الفاصل ايضا على قصه الاعتراض على موعد بدء الدوري الممتاز 14 اغسطس.
ليه معترضين؟ كابتن وائل حضرتك احنا ناهيين الموسم 26/7 ادينا الفرقه الراحه بتاعتنا تاخد راحه مش اقل من شهر تاخد راحه يعني عشان هتبدا 26/7 يعني 26/6 كان نهايه الموسم عشان تبدا 26/7 او 1/8 بعد العيد فانت حضرتك دلوقتي هتبدا الدوري في 14/8 على اي اساس؟ انا ولا جبت لعيبه لسه حضرتك ولا عرفت البث الفضائي تعاقدت مع مين ولا عرفت حقوق الرعايه بتاعتي بتاع التيشيرت بتاعي عملته مع مين لسه كل الامور ديت ما عملتهاش ازاي هتبدا الدوري في 14 عشان خاطر مين لعيبه خلاص لعيبه المقاولين ولاعيبه الداخليه ولاعيبه الشرطه راحوا اهلي وزمالك ما عادش عندك حد خلاص في منتخب مصر اذا كان كابتن شوقي غريب بيدور على منتخب مصر من ناديين اثنين هيبقى من ناديين اثنين عنده بس بعد انضمام باسم علي ومحمد رزق ومحمد فاروق للاهلي وانضمام 11 لعيب لنادي الزمالك خلاص ما عادش حاجه ما عادش اصلا في لعيبه موجوده في منتخب مصر الاهلي والزمالك انت هتدور على مين عشان خاطر فرقتين اثنين هتدور على ايه دلوقتي انت حضرتك احنا دلوقتي حضرتك عاوزين نبدا في شهر 9 يكون عملنا فتره ده احنا في صدد التعاقد مع مدرب احمال منتخب النمسا هيجي يمسك الفرقه عندنا لمده شهر عشان يعمل لنا اعداد هيجي يعمل اعداد امتى في رمضان في فرقه بتعمل اعداد في رمضان فاحنا دلوقتي عاوزين احنا بنعمل طيب الكلام ده وصل لجنه الانديه انا معلوماتي ان في لجنه انديه للقسم الثاني وفي لجنه انديه كمان للدوري الممتاز اكيد بما انكم بقيتوا مع الدوري الممتاز في لجنه انديه للدوري الممتاز طرحتوا الكلام ده احنا طرحنا وانا والدكتور عمرو عبد الحق والدكتور ايهاب عبد الله رئيس نادي دمنهور الدكتور عبد الحق مشرف عام على الكوره بنادي النصر حضرتك احنا قعدنا مع بعض وعملنا جواب رسمي قدمت مذكره باسم السيد جمال علام رئيس الاتحاد وصلت المذكره في اتحاد الكوره من يومين اتنين بالظبط وانا المفروض في بكره رد على المذكره اللي احنا مقدمينها ان شاء الله. تمام. بس انا عايز اقول ان طبعا من حقهم انهم يحصلوا على راحه من حقهم ان هم يعملوا فتره اعداد كويسه عشان الموسم الجديد احنا بنراهن احنا بنوصل فرقنا الدوري الممتاز بدوري خارج الاضواء الى الدوري الممتاز وبنراهن عليهم ان شاء الله ما يجوا الناس تاني يعني. طيب المنتخب قائمه المنتخب سريعا عشان نبدا نقول الجوائز يا ترى مين اللي فاز بالجائزه الاولى والثانيه والثالثه عن السؤال مين اللي صعد من الترقي للدوري الممتاز نقول المنتخب سريعا الصعيد شمال وجنوب مؤمن جابر حارس مرمى اسوان احمد صلاح الاسيوطي مصطفى شنط اسوان جمال جاد الاسيوطي باسم باسم مجدي المراغه محمد عبد السميع صملوط عبد الله رمضان سوهاج حسام حسن الاسيوطي احمد البدري سوهاج هيثم متعب بني سويف محمد نادي صملوط وافضل مدير فني طبعا المجري جورج جاليدو افضل حكم في جنوب الصعيد بهاء عاطف 13 مباراه افضل حكم شمال الصعيد حسن انور صاحب اكبر عدد من المباريات التي ادارها هذا الموسم واعتقد ان افضل حكم على المدار الموسم بالنسبه للممتاز ب وممتاز الف هو الكابتن ابراهيم نور الدين اللي احنا كنا مختارينه في الحلقه اللي فاتت قبل مباراه الاهلي والزمالك قبل اختياره في الاهلي والزمالك بس دي معلومه بنحب ان احنا نوضحها ان ابراهيم نور الدين اللي ادار 8 مباريات في الممتاز ب و3 في الترقي واكثر طبعا من 7 مباريات في الدوري الممتاز يستحق ان يكون افضل حكم هذا الموسم. في مصطفى حسن يا كابتن محمد طبعا مصطفى حسن هو كان عاوز يعلق مصطفى حسن لا ده مصطفى حسن ده احسن حارس موجود في جميع المجموعات ازاي يعني على اساس ايه؟ اكتر واحد اقل واحد دخل فيه لا مصطفى حسن دخل فيه في الترقي قد ايه؟ انت ما في ما تشوف الترقي لا شوف الترقي دخل فيه طب ممكن تاخد احتياطي في المنتخبات دي؟ اسوان لم صاحب اكبر يا استاذ محمد يا استاذ محمد مصطفى حسن ممكن تاخد احتياطي في المنتخبات دي؟ لا ده مصطفى حسن لازم افضل حارس في اصلا في ال 18 فريق مصطفى حسن عموما هي فكره جديره بالاحترام وهيتم طرحها وان شاء الله يتم الاستفاده منها. الاساسي لسه في انا قبل ما نختم الحلقه انا البطل مره ثانيه تحط الجون بتاعي اربع يا كابتن وائل انت لو شفته كابتن وائل حبيبي اتفضل مره ثانيه بشكرك والف مبروك احنا بس عايزين قبل ما نختم الحلقه زي ما قلنا سؤال الحلقه اللي قبل اللي فاتت كنا بنقول مين ده كان سؤالنا مين الثلاث فرق اللي طلعوا من الترقي للدوري الممتاز يا ترى مين اللي جاوب الاجابه الصح هفكركم مره ثانيه بالجوائز اول جايزه عمره ثاني جايزه ثلاجه ثالث جايزه غساله حالا دلوقتي هنسحب ونشوف مين اللي فاز بس هنسحب بعد اذنكم بالعكس بقى المركز الثالث الاول بالظبط اللي فاز مفيش لا ثالث ولا بتاع اللي فاز بالغساله حلو كده اللي فاز بالغساله قلب بقى كده قلب صحيح انا نقلب قوي كده عشان ايه بسم الله الرحمن الرحيم اللي فاز بالغسالة كريم صلاح الدين بنقول له ألف مبروك دي الجائزة الثالثة طبعا مرة تانية بنقول كريم صلاح الدين بنقول له ألف مبروك رقم تليفونه ناس كتير قوي هتتصل بيه على فكرة احنا هنكلمه طبعا إن شاء الله وعشان يستلم جائزته رقم تليفونه 012 85 46 51 4
45. مرة تانية كريم صلاح الدين، رقم الموبايل 012 85 46 51 44. نسحب اللي فاز بالثلاجة؟ عاوز تسحب؟ محمد بقى لا، انت الثلاجه، لا انت الثلاجه سيبنا العمر. الثلاجه طيب. طيب هو المفروض اسحب لوحدي يعني، بس خلينا العمر. بس عشان يبقى في مشاركة، عشان يبقى في مشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الفائز محمد الرمادي. محمد الرمادي. 03 80 95 936. مرة تانية اللي فاز بالثلاجة محمد الرمادي، رقم التليفون 03 80 95 93 6. بنقول له ألف مبروك، فاز بالثلاجة. هبعت لك الكاس حالا دلوقتي، خلي بالك جايزتك الجايزة الأولى العمرة. دي لفه ده بمناسبة اللاعب اللي ما دخلش في المنتخب، بص بنصالحك ازاي؟ طبعا. عشان نجيب له نصيبه بقى العمره كده، ربنا يوفقه يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. موسى محمود الفائز بجائزة العمرة، موسى محمود. رقم التليفون 010 22 5 85 010 22 5 85. موسى محمود، ألف مبروك يا موسى. مرة تانية بنأكد على الفايز، بنقول له ألف مبروك، فاز بالعمرة موسى محمود، رقم التليفون 010 22 5 85. بنقول ألف مبروك للفايزين. فكركم مرة تانية بسؤالنا الجديد، يا ترى مين هو بطل الدوري لهذا الموسم؟ باب التصويت أو المراسلات على الفيسبوك على صفحتنا دوري خارج الأضواء هتكون آخرها بكرة إن شاء الله 6 مساء. مين الفايز؟ الأهلي ولا سموحه؟ الحقوا بعتوا لنا كتير جدا ان شاء الله. بس اللي هي كلمه بسيطه، انا بشكر جدا جدا الحاج ركابي الطوق من اسوان اللي كان صاحب فكره العمره، وهو بصراحه يعني راجل مشكورا، رغم ان هو كان رافض ان هو يتذكر اسمه، بس هو ده من حقه ان هو طبعا كان صاحب الفكره، وان شاء الله يجي برضه يسلمها معانا باذن الله يعني ان شاء الله. مره ثانيه بشكركم، شكرا ليك استاذ محمد باهي. شكرا جدا. شكرا ليك كابتن وائل، اشكرك، شكرا ليك. بفكركم مره ثانيه بالسؤال ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هيكون معانا، يا ترى مين اللي هيفوزوا بنفس الجوائز، عمره وثلاجه وغساله. السؤال هو مين بطل الدوري؟ يا ترى الاهلي ولا سموحه؟ كل اسبوع ان شاء الله هيكون في جائزه، مستنيينكم السبت القادم ان شاء الله. اشكركم والى اللقاء، رمضان كريم.